إيه الأخبار يا جدعان؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وأنتم طيبين. خلاص عدى رمضان وعدى العيد وعدى كمان عيد ميلادي أنا شخصيا. كنت اتكلمت في رمضان كده في نص رمضان إن أنا بحضر لسيزون جديد من البرنامج أو البودكاست بتاعي ذا سكاوت. البودكاست اللي إحنا بنتكلم فيه عن اللعيبة اللي مش مشهورة أو اللي مش واخدة صيت إعلامي كبير. والموسم ده أنا جاي بأفكار مختلفة. من ضمن أهم الأفكار دي هو فكرة المدافع بقى. يعني تعالوا نتكلم شوية عن فكرة المدافع ده كان إزاي، وحاليا هو ازاي، والناس عايزاه يبقى ازاي. طيب دي كده يعني كلام عام. تعالى بقى نفصص الموضوع كده واحدة واحدة، ونرجع كده لمنتصف الثمانينات لحد سنة 2010 مثلا. في الفترة دي اللي بيتباع في المدافع، نظرا للفترة دي هنقول ان هي بزوغ الدوري الإيطالي بقى، اللي هو فكرة ان من اواخر الثمانينات او من منتصف الثمانينات لحد اوائل الالفينات كانت الدوري الإيطالي هو المحطة الأساسية للنجومية كلها، كانت جنة كرة القدم بمعنى أصح. ولما نقول إيطاليا هنقول الدفاع، هنقول أصول الدفاع في العالم. كانت الفيزيكاليتي هي المسيطرة على الأفكار الدفاعية بشكل كبير جدا. فيزيكاليتي بمعنى القوة البدنية، التدخلات الغشيمة من المدافعين. طبعا ظهر لنا مدافعين كتير جدا أمثال ماتيراتزي، كليني، بونوتشي، الناس دي كلها وغيرهم 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 كتير بيتميزوا بالنقطة دي. جينا بقى بعد 2010 مرورا بقى بأحداث كتيرة جدا، ظهر بقى فكرة اللاعب العصري. يقول لك ده باك عصري. يعني ايه باك عصري؟ يعني ما بيدافعش بس بيعمل لك 20 اسيست في الموسم. ده مدافع عصري، هو ما بيدافعش بس بيجيب اهداف كتير عن طريق الهدات. ده مش عارف ايه عصري، ده مهاجم عصري، هو ما بيجيبش جوان بس مهاجم محطة بيفتح لك المساحات. وهكذا من الامثال الكتير. بس لو هنرجع بقى لحتة الدفاع، في الوقت اللي كان بيتباع فيه فكرة ان المدافع بقى هو الفيزيكاليتي، القوة، الغشومية، مساندة الفريق عن طريق التسديد بالضربات الرأسية، الكلام ده كله، ظهر كده في مصر اواخر التسعينات لحد 2005 كده اتنين من النماذج غيروا الفكرة دي تماما للكرة المصرية والأفريقية، وهم إبراهيم سعيد وائل الأباني. لقينا الاتنين دول، واحد الاتنين طبعا بدأوا كمساكين أو في مركز الليبرو. لقينا واحد منهم لعب في كل مراكز الملعب ما عدا حارس المرمى، ولقينا التاني في أهم مناطق الخطورة بيرقص الناس. يعني تلاقيه بيرقص المهاجم في مناطق ال 18 بتاعة فريقه اللي هو الأباني، ويعمل مهارات خرافية، بيسجل عن طريق ضربات الجزاء. إبراهيم سعيد كان شويط بمعنى الكلمة، ومع ذلك برضه كانوا بيدافعوا. وهما الاتنين غيروا الفكرة الطبيعية بتاعت المدافع. دول كانوا حالات استثنائية في وسط عصر كان اللي بيتباع بيه المدافع القوي بدنيا الغشيم اللي بيتدخل اللي بيقوم بأداء مركزه بكل بساطة. عشان كده هتلاقي ناس كتيرة جدا رغم مهارة إبراهيم سعيد وائل الأباني بيعتبروا مثلا إن وائل جمعة هو أحسن مدافع جه في تاريخ مصر، لأن هو كان ملتزم بالمهام التكتيكية للمدافع. نرجع بقى للفترة بقى ما بعد 2010 لحد دلوقتي. فكرة البيع بقى عن طريق اللاعب العصري، اللاعب اللي هو بيعمل حاجات ما كانتش في متطلبات مركزه قبل كده بس دلوقتي بقت بتتباع بيها، وتلاقي اللعيب ده الدفع فيه 30 و40 و50 مليون جنيه في مصر، ولا 30 و40 و50 مليون يورو في اوروبا، وهو اصلا ما بيقومش بالاداء الاساسيه بتاعت مركزه. بس مؤخرا في عصر بقى الداتا والتطور والسكاوتنج والكلام ده كله بيظهر لك فكره جديده يا معلم. احنا رجعنا تاني نبيع بالطريقه القديمه بس مش بالظبط. يعني انا عايز مدافع بيقوم باداء مركزه، قوي بدنيا، طويل، بيسجل بالهدات، بيصنع بالهدات، بس في نفس الوقت بيقوم باداء مركزه. مش عايزه لاعب عصري بس في نفس الوقت قادر يستغل القوة البدنية والفيزيكاليتي بتاعته في قلب الملعب لمصلحة الفريق. وطبعا ظهر مدافعين كتير جدا على الساحة، ولكن النهارده انا جاي اكلمك بقى على اتنين وندر كيدز موجودين في اوروبا، بيلعبوا في اماكن مش متشافه بس هم مطلوبين من كبار انديه اوروبا. الا وهما على الترتيب سام اميسا او صامويل اميسا، فريق فولهام تحت 21 سنه، والخطير رود نيشتاد، مدافع هولندا تحت 18 سنه ومدافع فريق تيفنتي الهولندي الاول. خلينا نتكلم على الاولاني صامويل اميسا او اختصارا يعني سام اميسا، المطلوب من ارسنال وتشيلسي والمان يونايتد. لعيب عنده اريال دوزة قويه جدا، بيلعب برجل الاثنين، في نفس الوقت قادر ان هو يستغل قوته البدنيه والفيزيكاليتي بتاعته ان هو يقطع الكوره ويقطع الهجمات بتاعه الخصوم. لعب مع فريق تحت 21 سنه وتحت 18 سنه في فولهام، حاليا ملوش اي قيمه سوقيه. لعب مع منتخبات انجلترا من الفئه السنيه 16 لحد الفئه السنيه 19 سنه، ولعب في بطوله يورو تحت 17 سنه، وحاليا هو محط اهتمام ارسنال ويونايتد وتشيلسي،
وفي نفس الوقت اتصعد للفريق الاول، ولكن جلس على دكه البدلاء، ما شاركش ولا مباراه مع الفريق الاول في ال 21 مباراه اللي لعبهم هذا الموسم. خلينا نتكلم بقى على اللاعب الثاني، وهو رودني شتاد، المطلوب بقوه من بايرن ميونخ، اللي اصبح بيئه امنه جدا 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 لاحتراف الوندر كيدز فيه. رودني شتاد يوم 9 مارس 2026 قيمته السوقيه كانت 700 الف يورو. بقدرة قادر يا معلم يوم 11 مارس 2026 برضه بعدها بيومين ارتفعت القيمة السوقية من 700 ألف يورو ل 8 مليون يورو. مطلوب بشدة من بايرن ميونخ، وعلى رادار أندية كتيرة جدا زي نيوكاسل، أستون فيلا، تشيلسي، برشلونة، المان سيتي، لايبزيج، دورتموند، وغيرهم من الأندية. رودني شتاد إضافة على المميزات اللي احنا قلناها في الفيزيكاليتي والقوة البدنية، عنده برضو ميزتين أساسيين. اول نقطه ان هو اصلا بيمنع عمل العرضيات لفريقه. لما بيلعب قصاد فريق بيعتمد على العرضيات، بيمنع وصول العرضيات دي اصلا لمنطقه 18. في نفس الوقت بيعرف يتعامل معاها جوه منطقه 18، لانه مميز جدا في الاريال دولز او التدخلات الدفاعيه الراسيه، ومميز برضو بالبلوكات جوه منطقه ال 18. كمان مميز بالكرات البينيه والقطريه اللي بيرسلها من الدفاع للهجوم. لعيب مميز جدا على رادار انديه كتيره جدا، وهيكون اضافه مهمه جدا 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 لبايرن ميونخ. وختاما بقى حابب اقول ان في اي مركز من مراكز، احنا النهارده طبعا اتكلمنا بس على مركز المدافع او قلب الدفاع يعني، في اي مركز من المراكز بقى يطلب تاني النسخه القديمه. بس ازاي بقى انك تستغل المميزات القديمه مع اللعب العصر اللي احنا فيه؟ ده اللي هتشوفوه مننا الفتره الجايه في اللعيبه اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله. يا رب ما اكونش تقلت عليكم النهارده اتكلمنا على 2 لعيبه، ان شاء الله اللي جاي هيكون كويس وجميل عليكم. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسلامه. شكرا، سلام عليكم.